الشيشة أخبث من التدخين، وكلاهما خبيث نتن نجس، لا أشك في تحريمه وتحريم بيعه والمتاجرة به والإعانة عليه. المصيبة بعضهم ممن ابتلي بالشيشة يقول لك والله هذه أهون من التدخين، والأطباء يقولون إن تناول الشيشة مرة واحدة يعادل أكثر من 50 سيجارة. تخيل، يعني ضرر المضاعف، نسأل الله العافية، ثم يأتي يبرر لنفسه. الآن الأطباء يا أخي حتى غير المسلمين بحت حلوقهم وهم يحذرون من التدخين، وأنه من أكبر أسباب سرطان للحلقوم والمري والمعدة والقولون. أما أضراره على الشفتين والأسنان والعينين فهذه أظهر من أن تذكر. أضراره حتى على النسل يا أخي، يضعف القدرة الجنسية، يؤثر على الأولاد المساكين، بل يؤثر على الزوجة نفسها، وربما لا تحمل بسبب تدخين زوجها. وهذا أنا أعرف حالات كثيرة من هذا القبيل. المدخن تجده يتكاسل عن الصلاة ويستثقل أن يدخل المسجد، وإذا صلى ربما لا يخشع لأنه لا يريد أن يتنفس حتى لا يؤذي من حوله. فسبحان الله مع الأيام يبتعد عن المساجد وحضور الصلوات، ويبتعد عن مجالسة الأخيار، ويصاحب أمثاله من المدخنين، فيحرم مصاحبة الأخيار والجلوس معهم بسبب التدخين، ويبتلى بالأشرار وأهل السوء بسبب التدخين. والله لو لم يكن إلا هذا الضرر وحده لكان كافيا. وأيضا لا تكاد شخص ابتلي بالمسكرات أو المخدرات إلا وكان التدخين بوابته الأولى لذلك.